السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى بينا نعمل طاقية السلطان. نازلة ترند دلوقتي وكله عملها، فقلت اجربها معاكم. هنعملها بطريقة حلوة جدا وهتعجبكم قوي. بس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. معانا 4 كوبايات دقيق يكون منخول، و5 معالق كبيرة سكر، ومكعبين زبدة، ومعلقتين كبار كاكاو خام يكون برضو منخول. ومعانا نص كوباية مية دافية، وكوباية الا ربع حليب دافي، و3 معالق زيت، ومعلقة خل. ومعانا معلقة كبيرة خميرة، ورشة ملح، وفانيليا. ومعانا بيضاية واحدة بنقسمها، بنفصل البياض عن الصفار. اول حاجه هناخد الصفار نحطه على جنب لان مش هنستخدمه دلوقتي، نستخدمه في الاخر. هاخد الفانيليا احطها على البياض، وهاخد الملح احطه فوق الدقيق واقلبه كده مع بعض. بعد كده هجيب العجان بتاعي واحط فيه نص كوبايه الميه الدافيه، وكوبايه الا ربع الحليب الدافي، و3 معالق الزيت، ومعلقه الخل، وبياض البيضه اللي عليها الفانيليا. واروح مقلباهم كده بقى كلهم مع بعض. بعد كده هروح حاطه ال5 معالق السكر. ال5 معالق السكر مش كتير على فكره، حلوين قوي مع المقادير اللي انا حطاها. نقلبهم مع بعض. بعد كده هحط معلقه الخميره وال5 معالق السكر. اخلطهم بقى مع بعض كويس لغايه ما الخميره تدوب والسكر معانا يدوب خالص، ما يبقاش ليه اثر خالص. ادوبهم كويس قوي. بعد كده هروح حاطه بقى الدقيق. انزل بقى بالدقيق، ما انزلش بيه مره واحده، لا، هنزل بيه شويه شويه. يعني انزل بشويه دقيق كده، وبعد واقلبه كويس قوي واخلطه، واروح نازله بشويه تاني واخلط، وهكذا لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي. خلصت كده كميه الدقيق بتاعتي، وشايفين العجينه عامله ازاي؟ العجينه معايا طريه. انا عايزاها تبقى طريه، مش عايزاها تبقى ناشفه. المعجنات تبقى العجينه تبقى لازقه في ايدك كده شويه، لكن دي لازقه كتير. بعد كده هتشوفوا هنعمل ايه. هاخد العجينه بقى وهقسمها في طبقين. اول طبق كده اللي هو العجينه البيضه اللي احنا هنسيبها، طبعا العجينه طريه. اروح جايبه شويه دقيق واحطهم معاها، واحط معاها مكعب زبده او معلقه زيت، واعجنهم بقى مع بعض لغايه ما الاقيها عجينه بقت متماسكه، بس تبقى طريه وبتلزق معانا في الايد شويه. انا مش عايزه العجينه تبقى قاسيه، انا عايزاها تبقى طريه يعني بتلزق معايا شويه. اه زي ما انتوا شايفين، وافضل اعجنها كده لغايه ما تبقى كوره طريه وبتلزق في ايدي شويه. الله على الجمال! شايفين العجينه عامله ازاي؟ هحطها في الطبق واحطها على جنب. اخد بقى الطبق التاني واحط معاه معلقه كده من الكاكاو الخام، وكل لما احتاج كاكاو احط حسب اللون اللي انا عايزاه، واحط معاها مكعب برضو زبده او معلقه زيت، واعجنهم مع بعض كويس جدا. لو لقيتي الكاكاو مش بيختلط بالعجينه كويس، ممكن تحطي معلقه ميه صغيره. شايفين العجينه معايا حلوه جدا وبرده بتلزق في ايدي شويه. هغطي بقى الطبقين واسيبهم لغايه ما يخمروا. العجينه بتاعتي بعد ما خمرت، شايفين قعدت معايا ساعه، لان احنا دلوقتي الجو طبعا برد، ما بتخمرش بسرعه. بقت هشه وحجمها تضاعف، شايفينها ازاي؟ دلوقتي بقى هبتدي افردها. برضو هغطي البني عقبال ما افرد البيض عشان الوش بتاعها ما ينشفش. هرش كده على الرخامه شويه دقيق صغيرين خالص، وافرد بقى العجينه. شايفين العجينه معايا حلوه جدا. فردتها الاول بايدي وبعد كده جبت المردنه، افضل افرد فيها. شايفين العجينه حلوه بتتفرد ما بتردش تاني، لان هي متخمره كويس ومرتاحه. افردها كده، ولو حسيتي ان هي بتلزق في المردنه او في ايدك، رشي عليها شويه دقيق صغيرين وافردي كده. عايزين العجينه تبقى مستطيل، اهو فردتها وسمكها يبقى وسط، لا تخين ولا رفيع. وهركنها بقى على جنب عقبال ما افرد العجينه اللي هي البني. طبعا انا فارده مفرشين سيليكون علشان اقدر اشيل بيهم. وفردت بقى اللي هي القطعه التانية البني زي ما عملت اولى بالظبط. هاجي بقى على الاولانيه البيضه، اسيح كده معلقتين زبده، وحاجه النص الاولاني اللي من فوق ادهنها كده زبده. ليه؟ علشان لما احط القطعه البني ما تبقاش لازقه في العجينه دي. انا عايزه العجينه بتاعتي تبقى مورقه، لما اجي اكلها الاقيها مورقه وخفيفه. فالحركه دي حلوه قوي علشان تبقى مورقه معايا العجينه. هدهنها كده. بعد كده هعمل برضو حاجه تانية. هجيب بقى معلقه سكر
سكر عادي خالص ونص معلقة قرفة أو نص معلقة كاكاو، واخلطهم مع بعض وارشهم فوق الزبدة عشان تدي للعجينة طعم. نيجي ناكلها نلاقيها مورقة وفيها طعم، غير لما نسيبها سادة كده هتبقى عبارة عن عجينة عادي. فاحنا عايزين نحس بطعمها، تبقى طعمها حلو. بعد كده بقى هجيب بقى شايفين بقى زي ما قلت لكم، هجيب بقى القطعة التانية بالمفرش بتاعي. عشان كده قلت لكم انا فردتها كل واحده على مفرش عشان اعرف اشيلها بكل سهوله. جبت القطعه التانية اللي هي البني وحطيتها فوق البيضه، ولازم كده اسويها زي ما انتوا شايفين، اخلي الطبقتين فوق بعض. برضو حاجه النص الاولاني هدهنه برضو زبده. والحشو بقى بتاعنا، عندك نوتيلا بدين النوتيلا، عندك شوكولات شيبس، عندك شوكولاته قطع، عندك فول سوداني، اي حاجه عندك ممكن تحشي بيها. انا هحط كده بديل النوتيلا وهفردها اي كميه، تحطي كتير شويه دي حاجه بقى تخصك. وممكن ترشي فوق النوتيلا، ممكن ترشي فوق فول سوداني، وممكن تحطي شوكليت شيبس. وهروح لفاها 3 لفات. الجزء بقى اللي تحت بالسكينه وهقطعه كده بالطول، بس اخلي تخينه التقطعات بتاعتي تكون عريضه مش رفيعه، لان لو رفيعه هتتقطع معاكي ومش هتديكي الشكل. بعد كده اروح لفاها بقى، اعمل كده زي الضفيره وامسكها من فوق والف من تحت، بكل سهوله بتتعمل. بعد كده بقى هروح لفاها اعملها زي الكحكه زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب بقى الصينيه بتاعتي، انا الصينيه دي عاليه شويه اللي هي بتاعت اللي بعمل فيها الكيك بتاع التورته. هجيبها ورحت حاطه من تحت ورقه زبده، ودهنتها برضو زيت عشان ورقه الزبده دي هتسهل عليا ان انا اعرف اطلعها بسهوله من الصينيه. وهغطيها واسيبها برضو لما تخمر تاني. العجينة بتاعتنا برضو سبتها ساعة تاني، شايفينها خمرت وعليت ازاي، تضاعفت بقت 3 اضعاف الاولاني. دلوقتي بقى احنا كنا طبعا شايلين صفار البيضة، هاخد صفار البيضة وحطيت عليها معلقتين لبن، واحط عليها شوية خل وشوية فانيليا، وهقلبهم كده مع بعض. وادهن بقى الوش، بس نخلي بالنا واحنا بندهن، ندهن بالراحة ما نضغطش عليها علشان ما تهبطش مننا. اه بالراحة خالص عشان تفضل عالية وما تهبطش مننا، تبقى هشة كده وحلوة. بعد بقى ما دهنتها، طبعا انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، يعني اعلى درجة حرارة تشغليها. هدخلها الفرن وبعد كده هنشوفها. طاقية السلطان بعد ما طلعت من الفرن شايفين شكلها حلو قوي، خدت اللون الذهبي وجميل. هدهن بقى الوش عشان يلمع ويبقى طري. هدهنها بقى زبدة سايحة، الزبدة دي بتخلي الوش يبقى طري مش ناشف. وهغطيها واسيبها. بعد 10 دقايق وبردت شوية، هي لسه سخنة بس بردت حاجة بسيطة، طلعتها من الصينية بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. شايفين الله على الجمال، وطرية وحلوة جدا، ولونها حلو من فوق ومن تحت كمان، وطرية ومقولكوش الطراوة اللي فيها، وهشة وخفيفة. والريحة بقى بتاعت القرفة والسكر اللي احنا حاطينه، الله على الجمال، مخلية البيت مقولكوش على الريحة والجمال. طاقية السلطان شايفين هشة معانا وطرية، وطعمها وريحتها ما اقولكوش تحفة، حلوة جدا جدا. شايفين الطراوة اللي هي فيها، طرية وجميلة. طبعا انتوا شايفين يعني مش لازم اتكلم، الشكل باين. طعمها حلو جدا جدا. طبعا دي تقطعيها بقى ومع كوباية شاي بلبن الصبح، ممكن تدي لولادك في المدارس، ممكن بالليل العشاء كوباية شاي بلبن. ولو فاض منك بقى وهي كده اول ما تبرد، لو حسيتي ان هي كتيرة مش هتاكلوها كلها، قطعيها وشيليها في علبة وحطيها في الفريزر. لما تحتاجيها طلعيها حطيها في الميكروويف او الفرن 5 دقايق كده وطلعيها، هتلاقيها طازة حلوة قوي. جربيها هتعجبك ان شاء الله. بس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو والاشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.